الحقيقة يعني الواحد لما بيخوض معارك على الهواء أو معارك مهنية وقضايا ومشاكل وبيحارب ويحاول بقدر الإمكان يصحح شيء، ضغط عصبي رهيب جدا جدا جدا، وبنتعرض لمواقف صعبة جدا، ومراسليننا بيمنعوا في كثير من الأحيان من الدخول لأماكن، لكن مع إصرارهم ورغبتهم في إن هم ينقلوا لحضراتكم كل شيء على أرض الواقع ويكشفوا كل الحقائق، سواء كانت هذه الحقائق تغضب المسؤول أو تسعد المسؤول. احنا ما بنحسبهاش الحسبة كده خالص، احنا هدفنا فقط هو نقل الحقيقة لحضراتكم. لما بيحصل على الجانب الآخر وتلاقي شاب لسه في مقتبل عمره بيجري على لقمة عيشه، هو العائل الوحيد لوالده ووالدته، فجأة هو في وسطينا وشعلة نشاط حوالينا، وهو راجل في الانتاج، وبتوع الانتاج دول دايما هم اللي بيبقوا زي ايه يعني بالبلدي، زي اللعيب الهاف ديفندر كده في فريق كوره، بيقولوا خدام الفريق في الملعب دايما الهاف ديفندر، هو اللي بيغطي عن ده لما بيتقدم، بيغطي عن ده ويقطع الكوره ويعمل. فبتاع الانتاج هو دايما بيبقى كده، بيبقى خدام الشغل، مش خدام طبعا باللفظ المهين له، لكنه خدام الشغل اللي هو الذي يجيب طلبات كل من هو في القناه. اللي عايز شاي وسكر من البوفيه بيجيبه له، واللي عايز كاميرا تنزل تصور بيقررها له بيحددها له، اللي عايز بلازما في الديكور بيجيبها، اللي عايز اضاءه، كل شيء. مدير الانتاج ده هو مدير الانتاج، بيبقى مسؤولين قسم الانتاج ده عن كل شيء داخل القناه. عمر مجدي ده شاب زميل عندنا في قناه الشعب. طول عمري كنت بدخل القناه من اول ما جيت يستقبلنا، وحتى يعني وانا في البيت نازل يكلم السواق يقول له اتاخرت، وصلت في الميعاد، الاستاذ محمد نزل، الاستاذ محمد اتاخر، الاستاذ محمد جه، ناقصه حاجه، محتاجين ايه. فجاه جينا القناه من 15 يوم 16 17 يوم كده، قالوا انه عمر اصيب في حادث. يعني ايه اصيب في حادث؟ معدي من قدام المدينه، داخل مدينه الانتاج الاعلامي، جاي يشوف شغله وجاي يشوف اكل عيشه، وجاي لهدف نبيل، نازل من بيته لهدف نبيل، عشان هو الراجل العائل الوحيد لاسرته وبيحب شغله. الحقيقه هو بيحب شغله بجد، يعني دايما كده تلاقوا الشاطر والمجيد وهو اللي بيتخطف للاسف. يعني داخل المدينه ماشي عادي جدا، عربيه جايه بظهرها في اتجاه معاكس، هو مش شايفها، مديها ظهره، فجاه خبطته، أصيب عمر، وقع على الرصيف. تصورنا انه حادث يعني يقدر يقوم منه. أصيب في راسه، وديناه جري، الناس ودته جري على المستشفى. توفى عمر. امبارح كان عيد ميلاده او كان يوم ميلاده الله يرحمه، وتوفى من 3 ايام يوم الخميس اللي فات. دخل في غيبوبة من اول دقيقة. العربية اللي خبطته محدش عارف يجيبها، مع ان في امين شرطه جري وراها مفترض وخد نمرتها، بس فجأة قال ما عرفتش اخد نمرها. يعني في النهاية يعني في ظل الزيطة اللي احنا فيها الموضوع بقى عادي يعني. لكن مات عمر، دفع ثمن اهمال، دفع ثمن فوضى موجودة في الشارع، ان في عربية ماشية بعكس الاتجاه عشان خاطر يوفر 3 متر، بدل ما ياخد يوتيرن ولا يطلع قدام شويه فيلف الملف، فبيرجع عكس الاتجاه عشان يخطف حته، مع ان احنا في 6 اكتوبر الطرق كلها فاضيه ومفيش اي مشاكل ولا زحام ولا الكلام الفارغ ده. لكن طبعا اجله، كلنا عارفين ان ده اجله وان ده سبب حتى يتوفى. لكن بيبقى صعب علينا يبقى حد في وسطينا كده وفجاه يبقى مش موجود. عمر 35 سنه، كان عيد ميلاده امبارح، هو العائل الوحيد لاسرته، والده ووالدته. كان مشهور بالطيبة ودماثة الخلق. الحقيقة في الموقف دي الواحد مبقاش عارف يعمل ايه، لكن مفيش في ايده غير انه الحياة تتواصل، وان احنا نبقى على الهوا تاني مع حضراتكم، وان احنا نضحك ونزعق ونتخانق ونبتسم والحياة تستمر. يعني في النهاية دايما كلنا بيبقى عندنا ظروف صعبة، لكن اول ما بنطلع على الشاشة مفترض ان كل هذه الظروف لا دخل للمشاهد بيها، لكن الحقيقة انا عارف ان لا دخل ليكم باي ظروف خاصة لينا في القناة او
ظروف شخصيه حتى ليا انا او لاي زميل لينا، لكن في النهايه ده زميل لينا. حبيت اقول لحضراتكم انه توفى من القناه. انا لله وانا اليه راجعون. بننعي زميلنا الجميل الله يرحمه عمر مجدي، وبندعو لاهله بالصبر والسلوان، وندعو الله ان يدخله ويسكنه فسيح جناته. ونقول له عمر يعني انت كنت مثال للشاب المجتهد والشاب الطموح، ودماثة الخلق اللي عندك هتجعلنا لا ننساك ابدا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله في وفاة زميلنا عمر مجدي. واسمحوا لنا ان احنا نعمل بس دقيقة حداد على روح زميلنا عمر مجدي، واللي كل الناس يعني بتنعيه، كل زمايلنا الموجودين، أو رئيس مجلس إدارة القناة أو الشركة، وكل أعضاء مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ورئيس القناة، ومدير القناة، ونائب رئيس القناة، والمدير الفني للقناة، وكل الناس في الاستوديو، مصورين وفنيين والديكور والمخرجين والمعدين والمساعدين وفريق عمل البرنامج هنا، وكل البرامج الموجودة، كل الزملاء المذيعين. كلنا حزننا والله العظيم على عمر مجدي، وحتى الآن في كتير مننا مش متصور لسه انه عمر مش هيبقى موجود خالص معانا. لكن انا بقول لاهله دي مصيبة ربنا ابتلاكم بيها، وان شاء الله تكون سبب لدخولكم الجنة، واشفع لكم عمر ان شاء الله يوم القيامة. واسمحوا لي يعني نقف، انا عن نفسي هقف دي احداد وكل زمايلي في الاستوديو على وفاة المرحوم عمر مجدي. إنا لله وإنا إليه راجعون.